خلاص البطولة على الأعتاب، مصر رجعت كأس العالم تاني بعد غياب عن آخر نسخة في قطر 2022. وقعت مصر في المجموعة السابعة واللي بتضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، واللي بيعتبر البعض مصر لغز كبير في البطولة. الفريق الأنجح قاريا داخل القارة الأفريقية ما قدرش يفوز بأي مباراة في كأس العالم، واللي ربما يكون عايد بشكل كبير على قلة المشاركات. المنتخب اللي بيمتلك 7 كؤوس أفريقية مقابل 7 مباريات في كأس العالم دون تحقيق أي فوز في ال7 مباريات. بندخل بقائمة منتخب مصر بعد ما خلاص جمعنا 26 لاعب من حواري الأندية المحلية، على رأسهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، وتعاقدنا مع محترف جاي من ناشئين فرنسا، وجبنا مرموش وصلاح وكام محترف من الخليج. ويلا ادينا رايحين ومعانا حمزة عبد الكريم كله اتكلم عن القائمة والجدل فيها، من مصطفى محمد لأربع حراس مرمى، وده كله لأسباب فنية تانية وعناصر تانية كتير كانت الناس شايفة انها تستحق تنضم. ولكن ده مش هيبقى موضوعنا اساسا، لان في الاول والاخر هي وجهة نظر فنية وهنشوف هيقدموا ايه في الملعب. ودايما المدرب بيحاسب على مشاريبه، انت اخترت وده حقك، والجمهور يحاسبك وده حقه. الجدل والخلاف جزء من متعة كرة القدم، وعشان كده جايين نتكلم معاك النهاردة. اتمنى لو عجبتك الحلقة تعمل لايك وتشترك في القناة. حاجة كده بسرعة، انا في شهر رمضان اللي فات ما نزلتش اي حلقات، وده لسبب شخصي حابب احتفظ بيه لنفسي على الاقل دلوقتي، منعا لاي رياء او مزايدة. وبعد العيد للاسف برضو ما قدرتش انزل حلقات لظروف شخصية، وهي ان شغال بره مصر والفترة دي كانت اجازة. انا عارف ان ده شيء ما يخصكش، بس انا بحكي لسبب واحد، وهو ان القناة للاسف بعد ما كانت بدأت تقوم على حيلها رجعت 10 خطوات لورا، وبعد فيديوهات زي حلقة الحضري وميدو بترجع تاني لنقطة الصفر في الحلقات اللي نزلت بعد كده. انا مش طالب منك حاجة غير لو الحلقات دي بتعجبك، وشرط اساسي كمان تكون بتعجبك، شرط اساسي والله كل اشتراك مش بفلوس لو حبيت تعملهم، وشكرا ليك. نرجع تاني لموضوعنا. بتسافر القايمة لأمريكا يوم السبت 30 مايو بعد ودية روسيا، بعد ما خاض المنتخب 3 وديات استعدادا للبطولة لمنتخبات من قارتين مختلفين. أولهم كانت مباراة ضد المنتخب السعودي واللي بيكسب فيها المنتخب المصري 4-0، والتانية كانت مباراة ضد المنتخب الأسباني واللي بيتعادل فيها 0-0، والمباراة الأخيرة قدام منتخب روسيا واللي بيقدر يفوز بيها بنتيجة 1-0. وأخيرا هتكون مباراة قصاد البرازيل يوم الأحد الجاي الساعة 1 صباحا السبت بالليل. نبدأ الحكاية مع منتخب إيران واللي تعتبر أخطر منافس لمصر في المجموعة، وهقول لك ليه بعدين. لو حبينا نقول الصراع على مركز مؤهل مع بلجيكا بحسابات ورقية عكس الحسابات اللي بتحصل في الملعب، شفنا من 4 سنين مصر بتفوز على بلجيكا وديا، والمغرب بتفوز عليها جوه البطولة نفسها. إيران بتمتلك 3 انتصارات في بطولة كأس العالم، منهم فوز على منتخب ويلز في النسخة اللي فاتت، ومحصلة إيران 7 مشاركات في البطولة. ولكن كبشرة خير لينا فهي لم تتخطى دور المجموعات في أي مشاركة من ال7 مشاركات اللي شاركتهم. أنا عارف إنك هتقول إن إحنا كمان نفس الموضوع، ما قدرناش نعدي دور المجموعات وكمان ما قدرناش نفوز، يعني احنا اسوأ. ولكن هي حصيلتهم 3 فوز زي ما قلت لك، و4 تعادلات و11 هزيمة. سجلوا 13 هدف في البطولة واستقبلوا 31 هدف. في ظل المشاكل السياسية والاقتصادية اللي بتعيشها إيران في الفترة الأخيرة، وخاصة للصدفة السيئة بالنسبة لهم إنها مع الدولة المستضيفة للبطولة كمان، إلا إنهم بيأكدوا مشاركتهم في البطولة لحد اللحظة دي بدون أي تغيير. وبالفعل خاضوا وديات مع منتخبات من أفريقيا كتير، وده واضح اهتمامهم بماتشهم مع مصر، لأن زي ما قلت لك على الورق حد منهم هيخطف البطاقة الثانية بجانب بلجيكا. لعبوا مع مستويات مختلفة في أفريقيا زي جامبيا والراس الأخضر ونيجيريا، بيكسبوا جامبيا وبيتعادلوا مع الراس الأخضر وبيخسروا من نيجيريا. فتقدر تقول مستوى متوسط للمنتخب الإيراني قدمه في الوديات اللي لعبها مع منتخبات أفريقيا. وبيلاعب المنتخب الروسي في أكتوبر 2025 وبيخسر بنتيجة 2-1، وبيقابل منتخب كوستاريكا من أمريكا الشمالية وبيقدر يتغلب عليه 5-0، ويعتبر بقيله ودية وحيدة قصاد منتخب مالي. عشان كده يبقى لعب 3 وديات قصاد فرق افريقيا في اخر الاستعدادات ليه قبل المنافسه، نيجيريا في مارس اللي فات، وجامبيا ومالي في المعسكر الاخير قبل السفر. دي ابرز وديات المنتخب الايراني مع منتخبات من خارج قارته. فواضح ان دي هتبقى اصعب مباراه لينا، واللي تعتبر هتكون اخر مباراه للمنتخب المصري في دور المجموعات. هي تعتبر نقطه ايجابيه وممكن تبقى سلبيه في نفس الوقت. هقول لك ازاي. ايجابيه لو انت عرفت تعمل نتيجه كويسه قصاد نيوزيلندا او بلجيكا، هتبقى داخل ماتش ايران مرتاح نفسيا، او على الاقل هيبقى وقتها معاك اكتر من كارت تلعب عليه فوز او تعادل. وسلبي لو ما حصلش توفيق في اول مباراتين وبقيت مطالب بالفوز على ايران، اللي واضح جدا انها عينها عليك انت بالذات. والسيناريو الاسوأ واللي ما تمناش نوصل له زي ما عشناه قبل كده في كاس العالم روسيا 2018 واللي كانت قدام السعوديه وخسرنا، وبطوله كاس العرب الاخيره قصاد الاردن
وبرضه خسرنا. اللعب بجديه في اول مباراتين وحصد اكبر كم من النقاط زي ما حصل في افريقيا الاخيره، ودخولك قصاد انجولا في الماتش الثالث مرتاح جدا، خاصه وانك اساسا لسه بتبحث عن اول فوز ليك في البطوله. فهنا برضه ممكن نقول نقطه قوه وحافز للمنتخب انه يقدر يعمل حاجه في اول مباراتين، وطبعا الافضل البطوله ككل. كلها تمنيات نتمنى تتحقق ونعيشها مع المنتخب. على المستوى القاري والاسيوي حقق المنتخب الايراني 3 كاس اسيا، اخرهم سنه 1976. في الفتره الذهبيه ليهم من 68 ل 76 قدروا يفوزوا بالبطوله 3 مرات متتاليه، واخرهم كان المركز الرابع في نسخه 2023. سجل قوي في القاره الاسيويه بمشاركه دايمه في البطوله القاريه. معاهم مدرب وطني امير قلنوي 62 سنه، قادهم في 42 مباراه، حقق معاهم 30 فوز و6 تعادلات و6 هزائم، يعني نسبه فوز تتخطى 70%. هنتكلم طبعا عن المدرب وشغله واللاعبين، ولكن كل ده هيكون قبل مباراه ايران. لكن اختصارا الفريق مميز بالطابع الهجومي، بيحب يمسك الكوره على النقيض، خط دفاعه سيء جدا، واعتقد ان السياسه دي هتكون ممتازه جدا بالنسبه لسياسه كابتن حسام حسن لانه عكسها تماما. المنتخب الثاني معانا في المجموعه هو منتخب نيوزيلندا، وده على الورق اسهل منتخبات المجموعه. افتكر تاني اني بقول لك نظريا، لكن جوه البطوله ممكن تلاقي شكل تاني لاي منتخب، والا ما كانوش اخترعوا مصطلحات زي الحصان الاسود او مفاجاه البطوله او قاهر الكبار. الملعب حاجه والتاريخ حاجه تانية. يمكن احيانا التاريخ بينتصر، ولكن برضو المفاجآت كتير بتحصل، ومفيش ماتش مضمون. هو كان ماتش السعوديه بس اللي كان مضمون، وانت شفت اللي حصل بعد كده، مفيش حاجه مضمونه. منتخب نيوزيلندا هو بيتبع اتحاد قاره اوقيانوسيا، واوقيانوسيا هي عباره عن مجموعه من الجزر حوالين جزيره واحده كبيره او ما يعرف باستراليا، واللي تعتبر من اضعف واقل الاتحادات شأنا وكرويا نظرا لضعف المنتخبات اللي داخل الاتحاد. حتى استراليا اللي المفروض داخل القاره الا انها قررت تنفصل عن اتحاد اوقيانوسيا وتدخل الاتحاد الاسيوي، يعني تقريبا منتخب مشارك بالصدفه الجغرافيه زي ما بيحصل مع فريق اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه. كل ده لا يقلل تماما من المنتخب وعدم الاستسهال في مباراته. سجلاته في كاس العالم يعتبر مشوار ليس بالصعب، وده الاسباب اللي ذكرناها، لكنهم عاده بيفوزوا في التصفيات بسهوله، لكن بعد كده بيصطدموا مع منتخب قوي في الملحق مع فرق من اسيا وامريكا، وده اللي بيخليهم يودعوا البطوله بدري. شاركوا في نسختين قبل كده لكاس العالم، والنسخه الحاليه هي النسخه الثالثه ليهم بواقع 6 مباريات، 3 تعادلات و3 هزائم، منهم تعادل قدام منتخب ايطاليا بطل العالم 2006 في كاس العالم جنوب افريقيا 2010. يعتبر نيوزيلندا ومنتخب مصر اي حد فيهم هيكسب هيكون تاريخي ليهم في البطوله، ولو ان طموح المنتخب المصري المفروض تكون اعلى واكبر من مجرد فوز في كاس العالم، وبالتالي المنتخب النيوزيلندي لم يتاهل من دور المجموعات قبل كده، يعني 3 منتخبات في المجموعه ما وصلوش للادوار الاقصائيه تماما قبل كده. فمن هنا برضو نقدر نقول انها مجموعه مش قويه مقارنه بباقي المجموعات، وفي 3 منتخبات عندهم حظوظ يعملوا سجل جديد ليهم باختلاف الطموح والمستويات لكل منتخب. كل فريق ليه سجلاته في البطوله اللي عايز يكسرها على حساب المنتخبات الثانيه. مصر واجهت نيوزيلندا قبل كده في افتتاحيه استاد العاصمه الاداريه وقدرت تفوز عليها بنتيجه 1-0. تركيز منتخب نيوزيلندا مع منتخبات اوروبيه وامريكا الجنوبيه، وده كان واضح في ودياته مع بولندا وفنلندا والنرويج، خسر في مباراتين وتعادل في واحده قدام النرويج، ومع منتخبات امريكا الجنوبيه قابل تشيلي وكولومبيا والاكوادور، فاز على تشيلي وخسر المباراتين التانيين. يعتبر اخر منتخب افريقي واجهه كان في شهر 6 2025، يعني تقريبا من سنه كامله، وكان منتخب كوتيفوار وقدر يفوز عليه 1-0. وحاليا باقي له مباراتين وديه قدام منتخب هايتي هيلعبها في ميامي في امريكا، وهيختتم ودياته قدام منتخب انجلترا. على الصعيد القاري زي ما قلت لك اتحاد اوقيانوسيا هو اضعف الاتحادات السبعه، وخاصه بعد خروج استراليا فيعتبر مفيش منتخبات تنافسيه جوه القاره الصغيره، فربما يكون سجل خادع ولكن غير مستهان بيه. واللي تعتبر نيوزيلندا معاها 5 القاب كاس قاري لامم اوقيانوسيا، منهم 3 بعد خروج استراليا من الاتحاد القاري تحديدا في الالفيه الجديده، وده ممكن يكون راجع لان مقر اتحاد اوقيانوسيا في اوكلاند في نيوزيلندا. منتخب بيتميز بالقوه البدنيه العاليه، وده ظهر في المباراه الوديه قدام منتخب مصر قبل كده، خصوصا ان ظروف القاره بتاعتهم صعب اللعب فيها كاجواء وطقس، ده خلى عندهم القوه الجسمانيه للاعبتهم. يعني نيوزيلندا دي ما عندهمش شمس، يعني نيوزيلندا تلاقي كلهم في خدهم بيضة. معاهم مدرب وطني واللي يعتبر تدرج في المناصب على مدار المنتخبات والاعمار السنيه المختلفه، ده يديك ملامح ان في مشروع شغال، ولكن الحقيقه ما عنديش اي معلومه مؤكده عنه. لعب معاهم 28 مباراه، فاز في 12 وخسر 12 وتعادل في 4، يعني تقريبا معدل متوسط او اقل من المتوسط لمنتخب داخل ينافس، ولكنه يظل منتخب لا يستهان به اطلاقا، منظم دفاعيا وده متعب جدا لمنتخب مصر. غياب الحلول الهجوميه عندهم احيانا هيخليك تضطر تتخلى عن الاسلوب
الدفاعي، ولا اتمنى يحصل زي ما حصل في مباراة زيمبابوي وبنين في افريقيا رغم ضعف الخصوم وقتها، الا انك فضلت مصمم على نفس طريقة اللعب الدفاعية واللي كانوا هيخسروك كتير وقتها بعد تسجيل زيمبابوي هدف وتعادل بنين في الوقت الاخير. المنتخب الثالث معانا في المجموعة وهو منتخب بلجيكا، وهو المنتخب الاوروبي الوحيد في المجموعة، وتعتبر المجموعة دي من القلائل اللي ما فيهاش منتخبين من اوروبا وكمان خالية من اي منتخبات من امريكا اللاتينية. بتوصل بلجيكا البطولة بجيل اتبنى بشكل كويس في السنين الاخيرة، ولكنه في المراحل الاخيرة وتقريبا بيحتضر، ولكنه قادر يقف على رجله، وتعتبر بلجيكا حاليا من اضعف المنتخبات الاوروبيه المشاركه في البطوله. بنرجع ونأكد ان المعلومات دي مش اسباب استسهال للمجموعه بقدر ما هي بتبرز دور وقوه كل منتخب. اتأهلت بلجيكا بشكل مباشر لنهائيات كاس العالم دون الحاجه للملحق القاري بعد المنافسه مع 4 منتخبات اهمها ويلز ومقدونيا الشماليه، ومش بتلعب اي مباريات وديه غير في المعسكر الاخير واللي كان في مارس اللي فات، واللي كانوا قصاد 2 من البلاد المستضيفه للبطوله قصاد امريكا والمكسيك، وكسبت الاولى وتعادلت في الثانيه، ويعتبر المعسكر النهائي للبطوله قبل المباريات الرسميه، وكمان بتلاعب كرواتيا وهتختتم مبارياتها قدام تونس، وبكده ما تبقاش واجهه منتخب اسيوي او لاتيني، وهنا لغيني فقط هي مباراه واحده مع مدرسه افريقيه. يعتبر منتخب بلجيكا بعد توهجه في الفترات الاخيره او ما يعرف بالجيل الذهبي لبلجيكا اللي قدر يوصل للمربع الذهبي في نسختين 2014 و2018 ورا بعض، وحصولهم على المركز الثالث في نسخه كاس العالم روسيا 2018، الا انه بيخرج من دور المجموعات في كاس العالم قطر 2022 في مجموعه كانت بتضم كندا وكرواتيا والمغرب. قبل البطوله كان صعود بلجيكا امر شبه محسوم، لكن مع انطلاق البطوله او يمكن قبلها بشويه خاصه والمباراه المعروفه لما لاعب مصر في ماتش ودي ومصر قدرت تفوز عليهم 2-0، ويا رب يكونوا سامحونا او نسيوا ايهما اقرب. المصريين الممتعين هم اللي مش هيلعبوا كاس العالم هم. القلق بيبدأ يزيد حوالين مستقبل المنتخب، وبعدها بتقدر المغرب كمان تفوز عليهم جوه البطولة في دور المجموعات، وبيطلعوا وقتها كثالث للمجموعة. وطبعا معلومة بديهية لما اقول لك انه اكتر فريق مشاركة في البطولة على مستوى مجموعتنا برصيد 14 مشاركة قدر يكسب فيهم 20 مباراة وعدد قليل من التعادلات والهزائم، وده خلى صعوده من دور المجموعات للادوار الاقصائية سهل نسبيا او على الاقل امر شبه بالعادي مش المعجزة. وده بيوضح لك ليه اهتمام ايران بماتشها مع مصر، بما انهم الاثنين بينافسوا على مقعد مؤهل لأول مرة في تاريخهم. منتخب بيملك تخمة من اللاعبين كبر سنهم مش حاجة يستهان بيها، لوكاكو، دي بروين وغيرهم كتير. الجيل اللي بدأ يصنع ويعمل التاريخ لمنتخب بلجيكا، ولكن هو على مستوى القارة الأوروبية لا يملك أي ألقاب قارية، وأكبر إنجاز كان وصيف البطولة سنة 1980. حتى البطولة لما كانت على أرضهم سنة 2000 ما قدروش يعدوا من دور المجموعات وودعوا اليورو بدري. حاليا هم في مرحلة إحلال وتجديد ودخول عناصر جديدة شبابية قادرة تعمل الفارق، وليه لأ ممكن تكون بداية جيل ذهبي تاني للمنتخب عشان يدخل بلجيكا المجموعة، فهو نظريا ضامن الصعود إلا إذا حصل مفاجأة من مصر وإيران معلش أو نيوزيلندا. ترتيبهم التاسع على العالم، معهم مدرب وطني رودي جارسيا من يناير 2025، وتعتبر كمان المجموعة دي من القلائل اللي مدربينها وطنيين من بلادهم، واللي بيقودهم طبعا العميد حسام حسن، جاهز ومعاه أسلحته، ولو عطلت خالص احنا عارفين هنوديها فين، والناموس في سياتل هيبهدلنا، بس هنا احنا للأسف هنكون بنخبط في المكان الغلط، بس طبعا ولا يهمنا. كابتن إبراهيم حسن وكابتن حسام معانا وجاهزين وواخدين كتيبة من اللاعبين المحليين ورشة خفيفة من المحترفين، 2 محترفين ما بقاش فيه ربع عشان كابتن حسام ما بيشحتش. السؤال هنا ومستني رأيكم في التعليقات، هل شايفين منتخب مصر ممكن يحقق أول فوز ليه في كأس العالم؟ وهل الطموح يزيد وناخد حبوب الشجاعة ونطمع في أكتر من كده؟ وهل هنلعب بنفس الأسلوب الدفاعي اللي شفناه في أفريقيا؟ واللي حابب أأكد تاني دي حاجة مش عيب إطلاقا، بالعكس هي عقلانية إنك تستخدم إمكانياتك بالشكل الصح، ولكن مع مرونة تكتيكية والتخلي عن الصرامة بدون تفكير، وتقدر تلعب كل مباراة بالشكل المناسب ليه. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ده بيساعدنا نكمل ونقدم لك محتوى أنا وإنت نكون بنحبه. واخيرا كل التوفيق لمنتخبنا المصري، مستنيين منه اداء ونتيجه، دعم مطلق، وزي ما اكدت في الاول المدرب ليه كامل الحريه في الاختيارات، والجمهور ليه كامل الحريه في الانتقاد والحساب، ولا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر. سلام عليكم.